ب3 كوبايات من الدقيق هنعمل العظمة دي. النهاردة هنعمل مع بعض المولتو او الكرواسو، بجد سهل جدا بدون آلية ودون زيت كتير. بجد هنوفر الزيت بتاعنا، مش هنقليه، هنعمله بطريقة سهلة ومورق بدون زبدة وبدون بيض وبدون زبادي. بجد حاجة اقتصادية وهش وطري وجميل جدا. شايفين الحلاوة؟ لا، والشوكولاتة باظت خالص. شايفين التوريقة؟ بجد خطير جدا. تابعوني للآخر وتابعوا الفيديو واعملوا لي لايك واشتراك في القناة لو ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. شايفين الحلاوة والتوريقة؟ بجد خطير والله، من بدون زبدة يا جماعة، حد يصدق؟ خطير جدا. يلا بقى هاتي 3 كوبايات من الدقيق وتعالي شوفي الفيديو. اول حاجة كده في المقادير، معانا بولة وهننزل بمعلقتين كبار من السكر، وهننزل عليهم بكوباية مليانة كده من الحليب، اللي هو اللبن الحليب عادي بالشكل ده. وهندوب كده السكر. طبعا الحليب يكون دافي مش سخن خالص زي دمعة العين كده. هندوب السكر لحد لما يدوب. وهنا معانا نص كوباية من الحليب، هننزل عليها بمعلقتين كبار من الخل. الحليب معانا يكون سخن مش دافي. هننزل عليه الحليب بالشكل ده بمعلقتين كبار من الخل وعصرة ليمونة، بس عصرة الليمونة للأسف ما جاتش، ما تصورتش يعني. طيب احنا بنعمل كده ليه؟ احنا عاوزينه يكون لبن رايب، عشان طبعا احنا هنعمله من غير زبادي، فده اللي هيخلي العجينة بتاعتنا طرية وحلوة قوي. هنا بقى هننزل بمعلقة كبيرة مليانة من الخميرة الفورية بالشكل ده على الحليب وعلى السكر. نزلنا كده بمعلقة كبيرة من الخميرة. معلش كده بتوه شوية، سامحوني. هنقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي لحد لما الخميرة بتاعتنا تدوب. في الوقت ده هننزل بربع كوباية من الزيت، اي نوع زيت، هي يدوب بس ربع كوباية بس. هنقلب برضو بالشكل ده. الوقت ده معانا معلقة كبيرة كده خل. الخل يا جماعة خطير 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 للمعجنات، بيديها هشاشة وحلو قوي. هنا بقى هنجيب اللي احنا عملناه مع بعض، اللبن الرايب اللي عملناه مع بعض. شايفين احنا عاوزينه كده، بيخلي العجينة هشة وطرية وتحفة جدا. هننزل بيها بالشكل ده. هنقلب بقى، تقلبي لحد لما اللبن كده يدوب بالشكل ده. امشوا على الخطوات وان شاء الله ينجح معاكم. هننزل بقى دلوقتي معايا 3 كوبايات من الدقيق، والرابعة جايبينها احتياطي كده هنركنها على جنب. يعني احنا هنعجن ب3 كوبايات، احتاجنا لان كل دقيق يختلف عن التاني. لو احتاجنا دقيق هنزود من الكوباية الرابعة بس كده. أنا هنا نزلت بنص معلقة كده من البيكنج باودر، حلو جدا. وكمان نزلنا برشة ملح. هنبدأ بقى نعجن بالشكل ده. هقلبه كده بالمعلقة وبعد كده هنزل بايدي. مرحلة العجن يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، علشان العجن احنا عايزين نخدمها خدمة كويسة، عشان العجينة بتاعتنا تكون مخدومة مش ناقصها حاجة. هنبدأ بقى نعجن وبعد كده هناخدها كده على الرخامة او على صينية او على اي حاجة او مفرش السيليكون بتاعكم، وتبدأي تعجنيها. هنا احتاجت معايا دقيق، لاني قلت لكم كل دقيق يختلف عن التاني، مفيش مشكلة خالص. زودتها كده معلقتين كبار وبدأت اعجن فيها. هنا جبتها كده على الرخامة او على الصينية بالشكل ده، حاجة نظيفة، وبدأت كده اعجن فيها. هقعد قد ايه؟ هقعد 10 دقايق، 10 دقايق متواصلين وانا بعجن فيها كده لحد لما الاقيها نضفت كده من ايدي. شايفين ايدي فيها عجينة؟ انا مش عاوزاها تكون سايبة وتكون بالشكل ده، انا عاوزاها، شايفين اتغيرت ازاي؟ علشان انا خدتها على ايدي بالشكل ده لمدة 10 دقايق. شايفين بقت حلوة ازاي؟ خطيرة. والوش بتاعها كده او السطح بتاع العجينة بقى ناعم وحلو اوي.
في الوقت ده طبعا احنا العجينة يا جماعة بتاعة الكروسو بتاعة الباتيه ما بتكونش طرية، احنا لحد ما بتكون ماسكة شوية، ما بتكونش طرية. هنا عملتها كده، حطيت عليها معلقة من الزيت كده وغلفتها كده بالزيت، وبعد كده هغطيها بكيس تلاجة وهركنها على جنب تختمر بالشكل ده. هنا بعد ما اختمرت ما شاء الله الله اكبر، قعدت بتاع نص ساعة. شايفين الحلاوة جميلة جدا. هنبدأ بقى نشيل العجينة بتاعتنا ونفردها كده على الرخامة بالشكل ده. طبعا هنحط كده رشة من الدقيق، بلاش تحطي زيت لانه الزيت هيخليها طرية معاكي وتبقى بتلزق والدنيا تبوظ خالص. رشة يدوب بس كده، رشة صغيرة من الدقيق، وتيجي بقى ايه حطاها بالشكل ده وتبدأي تقطعيها على 4 كور، الاول على نصين وكل نص هتقسميه على 2 بالشكل ده. مقاسها مظبوط جدا ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك وتشجعوني كده بكومنت حلو زي قلوبكم، وتشجعوني كده بالاشتراك، والله بفرح جدا لما يجيني اشعار بمشترك جديد، بفرح جدا بوجودكم. ان شاء الله كده قناتنا تكبر بيكم. هنا عملنا ال4 كور بالشكل ده. هنبدأ بقى نفرد في اول كورة كده عملناها بالنشابة، هنعملها مدورة يعني بشويش كده خالص، وهتتفرد معاكي بكل سهولة كده. بعد ما فردتها خليتها مدورة كده، طبعا على قد ما تقدري ما تخليهاش تكون رفيعة اوي، احنا عاوزينها تكون مظبوطة. وهنجيب كده قطاعة البيتزا ونبدأ نقطعها بالشكل اللي انت شايفينه ده. طبعا الفيديو موضح نفسه، عاوزة تكبري القطعة براحتك خالص، عاوزة تصغريها عن كده برضو براحتك خالص. وكل مثلث هنديله بس فتحة بسيطة جدا من اخره من ورا بالشكل ده، وتبدأي تلمي او تقفلي الكروسو بتاعك او المولتو، وانتي بتقفليه شدي كده عشان يعمل معاكي طبقات بالشكل ده. ونبدأ بقى نرص. الصينية تكون مدهونة دهنة كويسة قوي من الزيت، وتبدأي بقى ايه ترصيها بالشكل ده. شايفة انا بديها كده مط علشان دي اللي بتديني الطبقات، ولا دهناها ولا عملنا ولا اي حاجة خالص، حاجة اقتصادية وسهلة واولادك هيفرحوا بيها. وهنحشيه كمان بالنوتيلا اللي احنا عملناها قبل كده، الفيديو اللي قبل كده. لو ما شفتوش فيديو النوتيلا ارجعوا كده في القناة، وان شاء الله تشوفوه وتعجبكم وتجربوها كده وتدعولي عليها. طبعا النوتيلا مش بنحشيها هو الكروسو ني، احنا بنحشيها بعد ما الكروسو يستوي ويطلع. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة ومفيش اسهل من كده. طبعا العجينة اللي احنا مكورينها دي مش هنسيبها كده، لازم تغطيها كويس قوي عشان السطح بتاع العجينة ما ينشفش. هنخلص الكمية ونرجع لكم. هنا عملت، شايفين الشكل القمر ده. هنبدأ بقى ونخلص الكمية كلها. وهنا بعد ما خلصت الكمية كلها ما شاء الله خطيرة، هنسيبها قد ايه بقى تخمر؟ تسيبيها من نص ساعة لساعة، عشان الجو دلوقتي برد، لازم تسيبيها تخمر كويس قوي قوي قوي. بنصحك لازم تخليها تخمر من نص ساعة لساعة. مش متقلقيش خالص، اعمليها بدري كده وان شاء الله تنجح معاكي. لازم كده توصل للمرحلة القمر دي. هنا بعد ما خمرت واختمرت كده، شايفين نفشت بقى وحلوة ازاي. هندهنها بقى دهنة بسيطة قوي من الحليب، عليها معلقة صغيرة قوي من القهوة بالشكل ده، وندهنها دهنة بسيطة جدا بشويش خالص علشان الفرشة ما تبهدلش المولتو بتاعك، لانه هو مختمر ومش محتاج حاجة يعني، هيكون حساس قوي. هنا بعد ما المولتو او الكروسو القمر العظمة الاقتصادي طلع من الفرن، شايفين الحلاوة والجمال. طري جدا وهش وخفيف يا جماعة، خفيف. بصوا ريشة او قطنة، انتوا شايلين حاجة كده زي القطن
بجد خطير جدا. هنحشيه ايه بقى؟ هنحشيه بالنوتيلا اللي عملناها مع بعض. زي ما قلت لكم، لو ما شفتوش الفيديو، هو كان الفيديو اللي قبل كده، ادخلوا في القناة خدوا لكم لفة كويسة قوي وهتلاقوا الفيديو بتاع المولتو. هنا هنحشيها ازاي بقى؟ شايفين؟ انا حبيت بس اوريكم قد ايه هو هش وطري وخطير جدا. شايفين حلاوته؟ بجد تحفة. هنحشيها ازاي بقى؟ هنمسك كده واحدة من الكروسو او المولتو، ونبدأ نديها كده خرم بسيط قوي بإيد المعلقة، معلقة الشاي اللي عندنا، اللي في كل بيت يعني. يدوب بس فتحة بسيطة قوي، ونبرمها كام برمة كده علشان نوسع للشوكولاتة بتاعتنا. ما تخافيش خالص، مش هيجراله اي حاجة. هنعمل الكمية كلها وبعد كده نحشي على مهلنا خالص. طبعا انا عشان التصوير انا واقفة على رجلي ورجلي بتوجعني جدا، ولكن انتي افرشي كده في الارض بعد ما اولادك يناموا او يلعبوا، واقعدي كده مع نفسك في روقان واعملي لهم القمر ده. للحشو بقى هنعمل ايه؟ جبنا كده سرنجة طبعا نظيفة خالص، مخصصينها للحلويات او هي لسه جديدة خالص عشان اعمل بيها شوكولاتة. مسكنا كده شيء، بناخد من الشوكولاتة ونحط كده في المولتو بتاعنا. طيب المولتو بياخد قد ايه؟ ببدأ احط فيه لحد لما الاقيها كده تقلت معايا. هتلاقيها تقلت كده معاك، خلاص قولي كفاية كده. جميل يا جماعة، وخطير جدا واقتصادي وسهل وبسيط. وبتصوه حاجة كده عظمة والله، بجد زي الريشة او زي القطنة، خفيف جدا. انا هفتح معاكم واحدة كده بدون شوكولاتة عشان تشوفوها قد ايه هي مورقة وخطيرة جدا. هعمل بقى الكمية كلها وارجع لكم. هنا بقى ما شاء الله، الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، خلصنا الكمية القمر بتاعتنا. خطير يا جماعة، وريحته كمان تحفة. بجد الولاد هيفرحوا بيه، اعملوا لاولادكم وفرحوهم. خطير جدا. اعملوه كده هم ماشيين للمدرسة، هم ماشيين للدروس، حاجة اقتصادية. حتى لو هو في البيت كده هتروقي دماغك، اول ما حد يجوع منهم تقولوا له خد واحدة مولتو. بجد خطير جدا. شايفين الحلاوة؟ حد يصدق انه ده كروسو عادي اقتصادي، بدون زبدة، بدون زبادي، بدون بيض. خطير جدا. شايفين الحلاوة؟ هفتحها معاكم كده عشان تشوفوا التوريقة بتاعتها القمر. شايفين؟ قطنية حاجة كده زي القطن، والله تحفة. احسن من ان انتي تقليه في الزيت. انا شفت كتير وصفات بتقليها في الزيت الكرواسون كده، بس انا محبتش بصراحة. احنا الزيت هنعمل به ايه ولا ايه؟ بس ده حاجة اقتصادية وصحية كمان. وبس كده، يا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله تجربوا الطريقة القمر دي وتدعولي كده وتنجح معاكم. بس كده، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي واقول لكم مع الف سلامة.